المرات صليت صلاة المغرب في المسجد، بعد صلاة المغرب دخل علي شاب كان عليه آثار الحزن والاكتئاب والضيقة والكتمة، فيه من الصفات يعني كل كما يقولون أن الحزن رسم لوحته على وجهه. فدخل وجلس قال أنا عندي موضوع أتكلم معك. كنت سألت قال يا شيخ إن كنا 4 شباب أصدقاء ونسهر دائما في لعب ولهو في أغاني ومجون، وعندنا شارع مشهور في الرياض، كل دائما على موجودين على هذا الشارع في المقاهي، في مقاهي هذا الشارع في مقاهي. كلنا تجار وأصحاب أمور. يقول واحد منا طبعا كنا مشهورين بالتدخين، يقول واحد منا معه BMW آخر مدينة كان يفحر. يقول قدرا إن الثلاثة ما كنا راكبين قدرا، كان يلعب يعني كان يستعرض أمامهم في الشارع. المهم فجأة بدون سابق الدار قلبت السيارة وتقلبت وظننا أن الرجل قد توفي. المهم ذهبنا أن الثلاثة ذهبنا له، وجدناه يقول يعني كان في سكرات الموت الأخيرة. وقلنا له يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، قال يا ويلك يا فهد، يا ويلك يا فهد، يا ويلك يا ناصر، يا ويلك يا ناصر، يا ويلك يا محمد، والله اني اشوف النار الحين، والله اني اشوف النار الحين، والله اني اشوف النار بين عيوني. يقول يا ويلك يا فهد، يا ويلك يا ناصر، يا ويلك يا محمد، والله اني اشوف النار بين عيوني، توبوا وارجعوا لربكم، انا ضاعت علي انا ضاعت علي انا ضاعت علي. يقول اخر كلمه قال انا ضاعت علي انا ضاعت علي، ثم توفي. طيب ما هي هذه النار التي يراها؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا من كلام الله وهو الذي ينذرنا، فيقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ما دام أن الفرصة في يدك الآن في هذه الحياة، ما دام أن الأنفاس تخرج وتدخل في جسدك، فالفرصة لا زالت في يدك. ما لم تغرغر الروح أو تخرج الشمس من مغربها فلا تضيع الفرصة. والله وبالله وتالله أننا سنندم، وكلنا سنندم. العاصي سيندم أن لم يفعل الطاعات، والتقي النقي سيندم أن لم يزدد من الطاعات.